لو عندك انتفاخ في منطقة البطن وحاسس إن هدومك بدأت تصغر عليك، أو بدأت تحس بانتفاخ في وشك وتورم بسيط في الأطراف زي إيدك ورجلك، ولو جربت تعمل دايت وكنت بتحسب سعراتك الحرارية ومحافظ على أكلك بس برضه وزنك مش بيقل على الميزان، يبقى في احتمال كبير إن يكون عندك احتباس مية في جسمك هو اللي عامل لك كل المشاكل دي. وعلشان كده في الفيديو ده هنعرف مع بعض أسباب احتباس المية في الجسم وإزاي تتخلص منها بطرق سهلة وبسيطة علشان توصل للشكل اللي نفسك فيه إن شاء الله، وتتجنب مشاكل صحية خطيرة زي ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب المختلفة. أنا دكتور محمود العطار من قناة فيت باي ساينس، خليكم معانا. وأول وأهم سبب ممكن يعمل احتباس مية في جسمك هو الاسترس. فلو أنت عندك ضغوطات نفسية وشغل كتير وأغلب الوقت حاسس بتوتر، جسمك هيحبس كمية مية زيادة، علشان التوتر بيزود من إفراز هرمون ال ADH أو الأنتي ديوريتيك هرمون، والهرمون ده بيخلي الكلى تقلل من تكوين البول. فبالتالي لما نسبة الهرمون ده تزيد بسبب التوتر، كمية البول عندك هتبقى أقل من الطبيعي، وجسمك هيحتفظ بكمية مية زيادة أنت مش محتاجها. وعلشان كده هنلاقي إن الناس اللي بتاخد كورتيزون بيحصل لهم تورم وانتفاخ في جسمهم، وده علشان الأدوية اللي فيها كورتيزون بتزود برضو من إفراز هرمون ال ADH اللي بيسبب احتباس المية في الجسم. فحاول على قد ما تقدر تاخد هدنة مع نفسك كل فترة وتستجم وتفصل من مشاكل الحياة علشان ترجع هرمونات جسمك لمستواها الطبيعي. وتاني سبب ممكن يعمل احتباس مية في جسمك هو الاستخدام الزيادة للصوديوم. فلو انت من الناس اللي بتحط ملح كتير على الأكل أو بتاكل حاجات حادقة بشكل متكرر زي المخللات، جسمك هيحبس مية زيادة بسبب معدلات الصوديوم العالية. وكمان لو انت مش بتشرب مية كتير أو مش بتتمرن، جسمك مش هيعرف يتخلص من كمية الصوديوم الزيادة اللي انت بتاخدها من الأكل. وفي دراسات قالت إن لو انت أصلا متعود على كمية صوديوم كبيرة، جسمك هيتأقلم على الوضع ده وهيخلي الكلية بتاعتك تتخلص من الصوديوم بشكل أكبر، فمش هيحصل احتباس للمية بشكل كبير. بس لو انت خدت كمية صوديوم كبيرة انت مش معود جسمك عليها، في الحالة دي هيحصل احتباس كبير للمية في جسمك. بس مش معنى كده انك تفضل تحط ملح كتير على الأكل علشان تعود جسمك عليه، فهو ليه أضرار تانية، ومنها انه ممكن يعمل لك مشاكل في الكلى، علشان زي ما قلنا هي هتحاول تتخلص من الصوديوم الزيادة ده، وبالتالي هتقلل من كفاءتها مع مرور الوقت. وبرضه زيادة الصوديوم هتسبب لك ارتفاع كبير في ضغط الدم ومشاكل في القلب وتصلب الشرايين. ومنظمة الصحة العالمية بتنصح بتناول 2 جرام من الصوديوم كل يوم. بس الموضوع هيبقى صعب عليك علشان تقعد تحسب كمية الصوديوم اللي انت بتحطها على الأكل بتاعك. بس في حاجات أساسية لازم تقلل أو تبعد عنها زي الأكل المعلب والفاست فود والصوصات زي الكاتشب والمايونيز، فدول فيهم كمية صوديوم بشكل كبير جدا. فحاول تعتمد على أكل طازة ما يكونش معلب، وتضيف عليه كمية بسيطة من الملح علشان تحافظ على صحتك. وتالت حاجة بتسبب احتباس المية في جسمك هو إنك بتشرب كمية مية قليلة على مدار اليوم، وده علشان الجسم البشري بيميل للبقاء، فبيحاول يحافظ على أي عنصر كميته قليلة في جسمك لأطول وقت ممكن علشان يستفاد منه. فبالتالي لو شربت كمية مية قليلة وجسمك حس بالجفاف، هيحصل لك احتباس للمية، علشان جسمك في الحالة دي بيحاول يحتفظ بأكبر كمية مية على قد ما يقدر. وعلشان تتجنب الموضوع ده لازم تشرب مية بكمية مناسبة خلال اليوم، والكمية دي بتختلف من شخص للتاني على حسب درجة حرارة البلد اللي انت عايش فيها وكمية المجهود البدني اللي انت بتبذله خلال اليوم. بس أقل كمية مفروض الواحد يشربها هي 2 لتر من المية في اليوم، يعني حوالي 8 كوبايات صغيرين، وممكن توصل ل 3 أو 4 لتر على حسب المجهود اللي انت بتعمله. وعلشان تعرف انت بتشرب كمية مية مناسبة ليك ولا لأ، في طريقة ممكن تعملها، وهي انك تتابع لون البول. فلونه مفروض يكون أصفر فاتح، ولو لاحظت ان لونه بقى أصفر غامق ده معناه انك مش بتشرب كمية مية كفاية خلال اليوم. ولو لون البول بقى فاتح جدا ده معناه انك بتشرب كمية مية أزيد من احتياج جسمك، ومفروض تقلل من كميتها. ورابع حاجة بتسبب احتباس المية في جسمك هي الإفراط في تناول السكر والنشويات، علشان النشويات الزيادة بتتخزن في جسمك على هيئة جلايكوجين، وكل جرام من الجلايكوجين بيخزن معاه 3 جرام من المية. وعلشان كده أي حد جرب يعمل دايت وقلل من كمية السكر والنشويات بيلاحظ نزول كبير في الوزن في أول فترة من الدايت. وسبب النزول السريع في الوزن ده إنك اتخلصت من كمية كبيرة من المية كانت محبوسة في جسمك. بس مش معنى كده إنك تقطع كل مصادر الكربوهيدرات، فالكربوهيدرات من العناصر الغذائية المفيدة اللي هتمد جسمك بالطاقة خلال اليوم. فحاول تعتمد على الكربوهيدرات المعقدة زي البطاطا أو البطاطس المسلوقة والخضروات، فالأنواع دي المؤشر الجلايسيمي بتاعها منخفض ومش هترفع مستوى الأنسولين في الدم عندك، زي الدقيق والسكريات اللي بيخلوا الكلى تزود من امتصاص الصوديوم، وهتعمل لك احتباس مية بشكل أكبر في جسمك. ومن الحاجات اللي ممكن تعملها علشان تتخلص من المية الزيادة اللي في جسمك
انك تزود من كمية البوتاسيوم اللي بتاخدها. فالبوتاسيوم بيعمل عكس وظيفة الصوديوم وهيظبط من مستوى المية في جسمك. فحاول تاكل مصادر غنية بالبوتاسيوم زي الموز والسلمون والافوكادو والبنجر. وفي طريقة تانية هتساعدك وهي شرب القهوة. فالكافيين اللي في القهوة بيكون مضر للبول وهيخليك تتخلص من المية الزيادة اللي في جسمك، بس تأثيره هيكون أكبر على الناس اللي مش متعودة تشرب قهوة بشكل مستمر. يبقى ملخص الحلقة إنك تحاول تقلل من التوتر وتستجم كل فترة على قد ما تقدر، وتخلي بالك من كمية الملح اللي بتستخدمها، وتبعد عن الأكل المعلب والفاست فود، وتهتم بالكربوهيدرات المعقدة زي البطاطا أو البطاطس المسلوقة والخضروات، وتشرب كمية مية مناسبة ليك خلال اليوم، وتتابعها عن طريق لون البول، وتزود من كمية البوتاسيوم في الأكل بتاعك اللي هتلاقيه في الموز والسلمون والأفوكادو. وممكن تشرب سوائل مضرة للبول اللي بتحتوي على مادة الكافيين زي القهوة. أنا كده خلصت، يا رب يكون كل واحد فيكم استفاد من الفيديو وطلع بمعلومة جديدة. ولو انت حابب تعرف معلومات أكتر عن التغذية وتحسن من صحتك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. ولو لسه في أي حد عنده استفسار أو عايزني أتكلم عن موضوع معين يكتب في الكومنتات وأنا هرد على كل الناس إن شاء الله. كان معاكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا ليكم.